أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم من هذا اللقاء. اضطراب جوي نشيط الفعالية خاصة نهار اليوم تقريبا جل المناطق الشمالية الوسطى وخاصة كذلك المناطق الشرقية. الأمطار ستزداد غزارة خلال هذه الأمسية. هناك تنبيه ساري المفعول إلى غاية 10 ليلا على المناطق الشرقية، على كل من برج بوعريريج، سطيف، ميلا، قسنطينة، كذلك قالمة، حتى على جنوب ولاية بجاية، جنوب ولاية جيجل، كذلك جنوب ولاية سكيكدا، حتى على جنوب ولاية عنابة، البواقي، حتى على باتنا، سوق هراس، وكذلك ولاية خنشلة وتبسة. إذا الأمطار تكون معتبرة إن شاء الله. أما خلال يوم الغد فمصلحة الأرصاد الجوية ترتقب تحسن في حالة الطقس، ولكن مؤقت خلال نهاية الأسبوع فقط، لتعود الأمطار بداية الأسبوع القادم تقريبا على كافة المناطق الشمالية. رغم ذلك خلال أمسية الغد فمصلحة الأرصاد الجوية ترتقب سحب مطيرة. بعض الأمطار المتفرقة ستخص المرتفعات والهضاب، تكون غزيرة على منطقة الأوراس. أجواء مغشاة على المناطق الساحلية بعد تلاشي الضباب خلال الصبيحة. بالجنوب سحب النوع العالي ستنتشر على منطقة تندوف، كذلك أقصى الجنوب، الصحراء الوسطى إلى غاية شمال الصحراء. خلال هذه الليلة إن شاء الله ننتظر 9 درجات فقط على باتنا، مقاييس ما بين 13 لغاية 14 درجة على الواجهة الساحلية، 23 درجة على الصحراء الوسطى، لن تتعدى 18 درجة من تندوف نحو شمال الصحراء، 19 درجة على تمنرست، 28 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد درجات الحرارة القصوى ترتفع لغاية 33 درجة على غليزان، 25 درجة على العاصمة، نفس المقياس على الجلفة، 31 درجة على غرداية، 33 درجة على كل من بني عباس، تندوف، بشار، كذلك تمنرست، لكن ترتفع أكثر لتقارب 45 درجة على أقصى الجنوب. أما البحر خلال يوم الغد سيبقى مضطر محليا خاصة أواخر النهار على الواجهة الغربية وكذلك الوسطى، قليل اضطراب على السواحل الشرقية، رياح ضعيفة بينما معتدلة على الواجهة الوسطى، لتشتد غربا لتقارب 50 كم في الساعة.